ايه رأيكم في البنطلون ده؟ عملت منه 2 هنعمله النهاردة مع بعض ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه. يلا نبدأ مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة عملنا بنطلونين، حبينا نشارك الفكرة ونشوف الخطوات مع بعض. هنا عملنا بنطلون رمادي وداخل فيه شريطة بيضة، وعملنا واحد كحلي. هو باين في الصورة تقريبا يعني قلب على اسود شوية، بس ده كحلي. عملناه باجي من تحت وبأستك من فوق. الشغل كله بنفس القماش، ما دخلناش فيه اساور ولا اي حاجة، حتى الجيوب من نفس القماش. أثر معانا بس في البنطلون الرمادي، فكملنا بقماشة خفيفة من نفس الدرجة. يلا نبدأ مع بعض. اول حاجة جبنا القماش بتاع الكحلي وابتدينا ان احنا نقص، وزي ما احنا اتفقنا دايما مبدأنا في القص ان احنا نوفر في القماش. دي قطعة قماش كبيرة عندي، فانا خدت منها الجزء ده بس عشان نبتدي ان احنا نقص منه على قد البنطلون ده عندي عملت عليه زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل على البنطلون الموجود عندنا، عشان نسهل على نفسنا القص والطريقة. التفاصيل البسيطة بقى بنكملها مع بعض. ده كده اصل القص، وبعد كده هنبتدي نعمل التفاصيل هنفتح من الجناب عشان هنا البنطلون هنعمل له جيب، ونبتدي ان احنا نخيط ونحط الاستك في الرجل، وهنشيل الزيادات من القماش زي ما في الصورة كده. ودول الاربعة على بعض هم، هناخد منهم طبقتين وناخد مثلث كده للامامي، وبعد كده ده الجزء بتاع الرجل اللي هيركب فيه الاستك. وهنعمل جزء كمان للاستك للوسط من فوق من قماش منفصل عن القماش بتاع البنطلون. وهنا بنعمل كده توفير للقماش اللي معانا، ان احنا هنا بمتر قماش نقدر نعمل بنطلون باجي لطفل ما شاء الله عمره 10 سنين. وبعد كده هنعمل الجزء بتاع الجيب. هنا معانا البنطلون عبارة عن 3 قطع مزدوجة ل4 قطع، تمام. 4 قطع شكل بعض عبارة عن 3 قطع مختلفة زي ما انت شايفة كده، جزء الوسط والجزء الكامل للبنطلون والجزء بتاع الجيب. كل قطعة منهم 4 قطع. جبنا هنا أول قطعة اللي هي القطعة الكبيرة، الجزء الكامل بتاع البنطلون، وحطينا الجزء الأمامي على الأمامي اللي احنا عملنا فيه المثلث. هنا الجزء ده وقفلنا الجزء بتاع الحجر، وهنقفل الجزئين الخلفيين مع بعض من منطقة الحجر بس. بعد كده بنبتدي ان احنا بقى هنا قبل ما نعمل اي حاجة نركب الجيب. ليه بنركب الجيب الاول؟ بنركب هنا الجيب الاول عشان الجيب لما تعملي الفينش بتاعه تلاقي الفينش بتاعه بيرفكت، جاي مظبوط جدا. حتى لو انت اول مرة تخيطي بنطلون هتلاقي طالع معاكي مرضي جدا ليكي، حتى لو اخطأتي اخطاء بسيطة هتلاقي النتيجة طالعة ممتازة. لو جربتي الفكرة دي في البيت وجبتي متر قماش وعملتي منه بنطلون زي ده هتلاقي التكلفة منعدمة بالنسبة لان انت لو اشتريتيه من بره. وخصوصا ان هو بالنسبة للتصميم ده ينفع ان هو يكون كمان يونيفورم مدرسة، ودي بتبقى ازمة امهات كتير ان هي مبتبقاش لاقية للمدرسة كذا بنطلون. لا، ده ينفع نفس التصميم ده بالظبط، ينفع يونيفورم مدرسة، وينفع ليه ان انت تلبسيه عليه اي تيشيرت في البيت. او ان شاء الله هنعمل فكرة البنطلون بالتيشيرت بتاعه اللي هو ستايل يبقى زي سوت كده ولادي يبقى مع بعضه، برضو هنعمل الفكرة دي مع بعض قريب. هنا بنكمل بقى الفكرة بتاعتنا ان احنا بكمل لك الجيب التاني، لا بحيث ان انت لو ما خدتيش بالك من تفصيلة معينة في تقفيل الجيب الاولاني قفلت معاكي الجيبين. انا هنا عملت التقفيل خطوة بخطوة بالراحة خالص، يعني انا ما قطعتش اي حاجة من الفيديو، بل انا سرعت بس عشان خاطر الوقت، لكن انا ما قطعتلكوش حاجة من التقفيل بتاع الفيديو خالص عشان خاطر ان انت تستفيدي معانا خطوة بخطوة. وخصوصا ان انا البنطلون التاني هقصه معاكم، بس هيبقى التقفيل خلاص انت عارفة التقفيل هيبقى ازاي. هيبقى الزيادة فيه ان احنا هنركب الشريطة البيضة بس، وبعد كده هنركب الجيوب
بنفس الطريقة وكل حاجة، وهنقفل بنفس الطريقة بالظبط. هنا البنطلون ده الزيادة هنا ان احنا هنعمل القماش زيادة للاستيك، بحيث ان احنا نطول البنطلون معانا شوية، وخصوصا ان البنطلون ده لو كمان طويل على الطفل شوية، الاستيك اللي هو بيبقى في الرجل بيخلي ان هو شكله مقبول عادي، بحيث ان هو ينفع معاكي فترة طويلة للطفل، سنة وسنتين. بعد كده بقى ببتدي ان انا اعمل الاستك بتاع الرجل. الاستك بتاع الرجل زي ما انت شايفه كده، انا بقص 40 سنتي، 20 للرجل دي و20 للرجل دي. ال20 بقفلهم الاول على المكنه، وبعد كده بدككهم في قلب القماش واقفل عليهم بالشكل ده، وبيبقى النتيجه جميله جدا، وبيبقى كأنك انت شارياه من بره. ممكن تعملي استك رفيع عندها تبع رغبتك انت وراحتك، بس هو انا عامله التصميم بالنسبه لي كده تمام. ممكن نتني رجل البنطلون عادي جدا برضو، ما نعملش على نفس المقاسات اللي احنا عاملينها دي بالظبط، نتني رجل البنطلون وخلاص زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هنا انا عملت الجزء اللي هو بتاع الاستك الوسط، وقفلت استك الوسط ده 50 سنتي. الاستك هنا معانا بتاع الوسط 50 سنتي، عملت الاستك القماش ليه وقفلته الاول على المكنه الجزء ده كده بالاستك، بحيث ان انا اخلي الاستك تقفيله حلو. وانا هنا ما بحبش ادوس على الاستك على فكره في البناطيل دي، لان ده بيبقى عملي بالنسبه لي اكتر، بحيث ان انا لو احتجت اوسع او اضيق الاستك بيبقى سهل ان انا اطلعه واضيقه او اوسعه، او ان انا لو عايزه اغيره واحط استك تاني برضو بيبقى سهل، احسن من اني ادوس عليه بيبقى الموضوع صعب في الفك. حتى انت اكيد بتلاحظي ده في لما يبقى عندك بنطلون شروال والاستك من داس عليه، ان انت بتبقي مش عارفه تغيري استك البنطلون، فده بيسهل عليكي تغيير استك البنطلون او ان انت تتعالجي الاستك. بعد كده بقى ان كده انا كده بالنسبه لي البنطلون يكون خلص تماما. بيبقى انا بس بيبقى على مجرد كده، وان انا اسرفل البنطلون. طبعا ايه، انا مش هسرفل البنطلون معاكم، انا هوريكم الفينش النهائي للبنطلون، واتمنى الفكره تكون عجبك. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا معايا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي معانا البنطلون بعد ما خلص تماما، معانا الجيوب والحردة بتاع البنطلون زي ما اتفقنا، كل حاجة بتفاصيلها بالظبط زي ما عملناها معاكم. ده كده البنطلون التاني بقى اللي احنا هننفذه. ده بنطلون الزيادة فيه زي ما اتفقنا ان احنا هنعمل الجزء الابيض ده، هنعمل فيه الجزء الابيض ده، وهبتدي ان انا اقصه معاكم. القماشة هنا فيها عيب، انا هو هنا كان اتخطف سريعا كده، بس انا كنت حابه اوريهولكم في الفيديو، هي فيها عيب، فانا عشان كده حطيت الجزء الابيض ده. اصلا هنا الجزء ده انا قصيته، هو يعتبر من القماشه عشان اعالج العيب ده، وابتديت ان انا اعمل الجزء الابيض من الناحيه التانية اللي ما فيهوش العيب عشان خاطر ما يظهرش. الجزء اللي فيه العيب خلاص كده نقص من البنطلون. هبتدي ان انا اقص بقى العرض ده العرض ده كان 4 صوابع كده، بس حطيتهم للبنطلون بيصفوا معاكي على 2.5 صباع. لان طبعا انا باخد يعتبر يعني ايه سنتي خياطة من هنا وسنتي خياطة من هنا، بتعملي حسابهم طبعا في القماش ده وفي القماش ده، لانه هيتاخد من دي وهيتاخد من دي في التقفيل. برضو في نفس الفكرة هقص الجزء الامامي، هقلله شوية عن الخلفي، وهبتدي اعمل الجزء اللي هيبقى فيه الاستك اللي فوق، والاستك اللي تحت كمان هعمل له جزء من الرمادي عشان خاطر اطول البنطلون شويه، لاني عرض القماش هنا كان قليل معي. وهيتقفل بنفس فكرة البنطلون الاسود بالظبط، مفيش تغيير، هتلاقي نفس الفكرة لو اتبعتيها، هتلاقي ان انا قفلت معاكي البنطلون بيه. بس بصراحة يا جماعة انا عجبني اكتر التصميم بتاع البنطلون ده، او يمكن الوانه بالنسبة لي كانت اريح مش عارفة، بس انا عجبني تصميم فكرة الجزء اللي هو الابيض ده، كان شيك جدا في اللبس مع الولد اكتر كمان من السادة. بس السادة زي ما اتفقنا ان احنا هنحتاجه في حاجات تانية، ان انت لو صممتي نفس ده وعملتيه يونيفورم مدرسة هيبقى تمام جدا وهينفعك. وهنا بعد ما خلصنا البنطلون كان بالشكل ده، الجيوب طبعا بعد الجزء الابيض، والطول بتاعه نفس طول البنطلون التاني بالظبط، لاننا طبعا زي ما اتفقنا طولنا شوية في الاساور، وركبنا نفس نوع الاستك، ما حطيتش استك رفيع. وكان ده معانا الفينش النهائي للبنطلون.
لو وصلتي معايا لحد هنا بتمنى تكون الفيديو عجبك والفكرة عجباكي، وبتمنى لو استفدتوا منها، وبتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم. ولو حد نفذها يا ريت يبعتلي في التعليقات، وتابعوني على فيسبوك وعلى تيك توك، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. سلام.